التاي تي او الشاي التايلاندي من اجمل المشروبات الايس اللي هتدوقوها في حياتكم. يلا بينا نعمله. للوصفه دي هنحتاج الشاي التايلاندي الاصلي، وللاسف مش هينفع يستبدل. الشاي ده بجد ريحته مختلفه تماما وطعمه كمان مختلف عن الشاي العادي. في حله او كسرولة على النار هنضيف ميه، واول ما تبتدي تغلي كده هضيف الشاي التايلاندي. هضيف معلقتين كبار، هو بيحتاج ان هو يبقى تقيل شويه علشان لسه نخففه كمان بلبن وحاجات. هنسيبه يغلي غلوتين كمان كده ونطفي عليه النار. هنشيله بقى من على النار ونسيبه يبرد تماما لمدة حوالي ساعة أو ساعتين على حسب ما يبرد. ممكن كمان تعملوا كمية كبيرة منه وتحتفظوا بيها في التلاجة علشان تعملوا بيها كل شوية. بعد ما يبرد خالص والطفل بتاعه يترسب لتحت هبدأ ان انا اصفيه، وبكده الشاي هيكون جاهز معانا. في الكوباية بقى بتاعتنا هنضيف تلج، بعد كده كوندنس ميلك او حليب مكثف محلى، وكمان شوية حليب مبخر او لبن مبخر. واللبن المكثف المحلى واللبن المبخر هما اللي بيظبطوا طعمه وبيخلوه زي بتاع بره بالظبط. وفي الاخر خالص هنضيف التاي تي. قلبوا كل ده مع بعض واستمتعوا بالطعم التحفه. احلى حاجه بتعجبني في التاي تي ان لونه بيبقى محمر كده، مش زي الشاي بلبن او الميلك تي اللي احنا بنعمله. وهي دي الطريقه المظبوطه لو عايزين تطلعوا بيها تاي تي حلو جدا وزي الاوريجينال اللي بيتباع في المطاعم. طعمه تحفه وانصحكم ان انتوا تجربوه. قولوا لي بقى ايه مشروبكم المفضل.